حبايبي شلونكم؟ وش اخباركم؟ طبعا اليوم فيديو مختلف. طبعا انا استوني قاعدة من النوم وما اعرف شنو. فالمهم انا من البارحة افكر بهذا الشي، فيلا تعالوا اليوم فيديو كلش مختلف وحلو. فقبل ما نبلش خلوا لايك واشتركوا بقناتي ويلا نبلش. فحبايبي هسه حراويكم شغلة مفاجئة. فواحد اثنين ثلاثة بس باعوا. شوفوا هذا وشوفوا هاي وشوفوا هذا تعرفون مال شنو. شوفوا هاي طبعا ايدي شوهت للأسف، صارت كلها هيجي، فشوية توجعني يعني ما توجع. المهم خليني اسولف لكم القصة. طبعا البارحة كانت عندنا بزونة يعني مال الشوارع مو مالتنا، فكانت برا وهاي احنا كنا بالبيت يعني انه شو طلعنا لقيناها يم باب بيتنا، فحبينا شوي نلعب وياها. يعني اكيد اي واحد يحب البزازين القطط ويلعب وياهم، فاحنا شفناها باب بيتنا وحبينا شوي نلعب وياها واي. فأنا قمت ألعب وياها وهي أول مرة هي بريئة ما سوت شي، بس بعدين لا، لما نزل رجليها وريشها قبل تهجم، يعني تعتبر متوحشة يعني مال الشوارع يعني مو مال بيت أو إحنا نربيها. فهو هذا اللي صار، جبت علي وشوهت ايدي. بالبداية شوية تأثرت يعني عضتني عضة، طبعا هاي عضة مو خراميش، هاي عضة بالبداية عضتني فشوية ألم، بس بعدين لا شوية يعني خف. وهسه الحمد لله والشكر يعني أحسن. فادعوا لي حبايبي هذني يروحن وأكون ممتنة لكم وأنا أحبكم هواي. فيلا حبايبي خلينا نكمل فيديونا. هذا ما له دخل بالفيديو بس حبيت أضيفه حتى أقول لكم إنه دربالكم يعني قطة بزونة ما تعرفوها تلعبون وياها تهجم عليكم. فحبايبي يلا نبلش. هاي القطة طلعتها من المجمدة والطماطة هم طلعتها من المجمدة، يعني اثنيناتهم من المجمدة. وهذا الخبز طلعت خبز حتى يحل. يلا هسه حبايبي مثل ما قاعد تشوفون خلصت المواد مال الأكلة وكملت. هنا عندنا أول شي شجر قشرته وهاي وسويته. هنا عندنا خضروات، عندنا كرفس وعندنا ريحان وعندنا سلق يعني فجل، وبعد هنا بس هذني. المهم خضروات وشجر. هنا عندنا بصل، وهنا عندنا طماطاية وحدة، وهنا عندنا هاي اللي راح نسوي بيها، اللي راح نفرم بيها، وهذا كله راح نفرمه هنا. فيلا حبايبي تسألون شنو هاي أكلة. طبعا هذا كباب عروق، هذا الكل يعرفه أكيد. فاليوم راح أسويه يعني. فيلا تعالوا لنا حبايبي، راح كلهن أقشرهن وهاي وارجع لكم. هسه مثل ما تشوفون قشرتنا وكملت، قشرت الطماطة والخضروات والبصل والشجر كملت. راح اسويهن قسمين، القسم الاول والقسم الثاني. ومثل ما تشوفون هاي طاسة حتى اخلي بيها الكباب بعد ما اسويه، غسلتها بهاي نخليها على كتر. فهذني كلها راح نفرمهن بهاي. فيلا نفرمهن ونرجع لكم. هسه فرمته وكملت، وهذا المواعين فارغات مثل ما تشوفون. فهسه راح نخليها بالطاسة. هسه حبايبي هذا كملته مثل ما تشوفون، وهذا راح اخليه فوق طحن على مود يتماسك ونو خلصنا نقضيهن. حبايبي طبعا هاي طماطة وهاي بصل. طبعا حضرت اللي انا راح اقضي طماطة، فحضرت. وهنا عندنا خليط بعدنا يعني بعد ما خلطت طحين. فتعالوا بس اوريكم شنو سويت. وهنا حضرت طاوة، حضرت الماعين، وراح ابدي اخلي طحين على الكباب عروق، وراح ابدي اقضي، وبالاخير راح نص طماطة وجوز مسوي باذنجان. فحبايبي يلا تعالوا ويانا. هسه حبايبي راح نبلش اقضي. وخليت هذين الماعين خليت عليه كنس وهذا الكباب. فهسه راح ابدي اقضي. يلا تعالوا ويانا. يلا حبايبي خلينا نبلش.